كتير من الناس يتشاركون نفس الهدف، وقليل منهم من يستطيع تحقيق هذا الهدف. إذا الموضوع فيه سبب، والسبب اللي احنا هنتعرف عليه في الفيديو النهاردة نتعرف على علاقة الأهداف بالعادات. شرح الجزء الثاني من كتاب العادات الذرية في هذا الفيديو. كبر الشاشة، اسند ظهرك وركز معايا ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك في قناة أحمد عيد. انت دلوقتي بتتفرج على الجزء الخاص بشرح الكتب. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الإشارات والعادات وازاي انت تقدر تحدد الإشارات بتاعتك، واتكلمنا ان العادات بتاخد 95% من يومك كلها. الناس وهي بتضع الأهداف بتحدد على النتائج ثم النظام ثم الهوية. بقى احنا دلوقتي عندنا دايرة فيها النتائج، بعدين النظام، بعدين الهوية، وهي النقطة الأعمق في التركيز. كتير من الناس بيركزوا على النتائج فقط، وبيهملوا النظام وبيهملوا الهوية، وهي النقطة بيهملوا الهوية. النهاردة في الكتاب جيمس كلير بيوضح لنا ان احنا نركز على الهوية ثم النظام ثم النتائج. يعني مثلا لو انت دلوقتي حاطط هدف، الهدف بتاعك، لو انت دلوقتي بتحط هدف ان انت تفقد وزن، فقدان الوزن، او ان انت ايوه انا لازم اخس، لازم افقد الوزن بتاعي، لازم معرفش ايه، تمام، بس ما حطيتلكش النظام، الحاجات اللي انت هتعملها عشان تفقد الوزن ده وعشان تحقق الهدف، فبالتالي مش هتحقق الهدف بتاعك. من خلال النظام اللي انا اقول لك دلوقتي ان انت تركز على الهوية. اول حاجة تغير المعتقدات بتاعتك، تغير نفس من تفكير اللي هو شخص غير صحي الى شخص صحي. ان انت عايز تفقد وزن، فمثلا انت تغير معتقدك، ايوه انا اقدر ان انا افقد الوزن بتاعي. تغير المعتقدات بتاعتك، بعدين تحدد النظام، الحاجات اللي انت تعملها عشان تفقد هذا الوزن، بعدين تركز على النتائج. او بالتالي انت اصلا لو انت اتبعت نظام او اتبعت عادة، فبالتالي انت تحقق النتائج بتاعتها. يعني مثلا انت بيقولك بدل ما تركز على النتائج ركز على النظام والهوية. يعني مثلا اديلك مثال. لو في شخصين قرروا الحمد لله ان هم يبطلوا السجاير، الاتنين دول قرروا في نفس اللحظة ان هم هيبطلوا السجاير، كده هم لهم هدف واللي هم ايه، هيبطلوا السجاير. فجاء اليوم التاني الاتنين فجاء اليوم التاني الاتنين برضه مستمرين اللي هم مبطلين السجاير. فجاء شخص ما وعرض عليهم سيجارة، طبعا زي ما احنا بنشوف عادي جدا في طبعا زي ما احنا بنشوف عادي جدا في الحياة الواقعية بتاعتنا يعني. فجاء شخص عرض عليهم سيجارة، قال له اتفضل، والشخص التاني قال له اتفضل. راح لاحظ رد الشخصين. الشخص الأول قال لك ايه، انا بحاول، انا ببطل السجاير وبحاول اللاني ابطل السجاير، تمام. الشخص التاني، شوف رد الشخص التاني، قال له ايه، لا شكرا، انا لست مدخنا. هنا تفرق. يعني الشخص الاول لو انت قعدت لو انت اصريت عليه ان هو ياخد السيجاره دي، هياخد السيجاره وهيشرب السيجاره وهيشرب السجاير وهترجع ريما لعادتها القديمة تاني. اما شوف الشخص التاني قالك انا لست مدخنا، كده هويته ان هو شخص ليس مدخن، فبالتالي مش هيدخن ولا يرجع لها تاني. اما الشخص الاولاني اللي هو قالك انا بحاول ان انا ابطل السجاير مع الاغراءات المكثفة عليه، يعني مثلا لو قعد مع ناس بتشرب سجاير، واحنا اتكلمنا على الموضوع ده في الفيديو اللي فات، اسيبهولك في الاي هنا. لو قعد مع ناس بتشرب سجاير زيه، فبالتالي عينه لقط إشارة مارس العادة، وبالتالي عقله مش مؤمن إن هو أصلا بطل سجاير، تمام. فبالتالي هيرجع يشرب السجاير تاني. أما الشخص التاني قال لك أنا لست مدخنا، من الآخر كده أنا مش بدخن، فبالتالي مهما تعمل معاه مش هيدخن، مش هيشرب سجاير تاني. يعني أنت مش هيشرب سجاير تاني. ده النقطة اللي هي توري لك أهمية إن لما يكون شخص عنده هوية اتجاه الحاجة اللي هو عاوز يوصل لها. يعني مثلا لو شخص بيتمرن كل يوم، إن هو هويته، لو شخص مش رياضي، لو إن الهوية بتاعته أنا شخص رياضي فبالتالي لازم أتمرن كل يوم. أما لو شخص تاني الهوية بتاعته بيقول لك أنا هتمرن، أنا أحاول أنا أتمرن كل يوم، مش هيستمر، هيكمل أسبوع والأسبوع التاني
مش هيستمر عليه، لأنه هو مش مؤمن أو هو مش في معتقداته إن هو شخص رياضي. دي نقطة كنت عاوز اللي أنا أشرحها، وأتمنى إن أنت تكون فهمتها. النقطة التانية اللي هو اتكلم عنها النظام. النظام بتاعك أو العادات أو الأفعال اللي أنت هتعملها عشان تحقق الهدف بتاعك. قال لك ركز على الأنظمة بدل من تحقيق من إن أنت تركز على النتائج اللي هي الأهداف يعني. يعني مثلا أديلك مثال، لو في مدرب جاي يدرب فريق مثلا، مسك الفريق ده وقال لهم احنا لازم نحقق أول بطولة لينا مع هذا الفريق. اتكلم مثلا مع الجهاز الفني واللعيبة بتاعته، ماشي ماشي. لو قعد بقى يقول كده اللي احنا مثلا عاوزين نحقق أول بطولة، عاوزين ناخد أول بطولة، من غير ما يحط أفعال تمارينات ويحط التكتيكات بتاعته، مش هيحقق البطولة دي. أما على الجنب التاني، لو في مدرب جمع الفريق وقال إن احنا وقال اللي احنا التكتيكات بتاعتنا كذا 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 ولازم تنفذوها، والحاجات اللي احنا نعملها في التمرين كذا كذا كذا، فبالتالي النظام اللي هو حاطه من تمرينات النظام اللي هو حاطه للفريق من تمرينات بقى وحاجات تانية، الأنظمة دي هي اللي هتوديه للهدف. بقى هو عنده نظام واللعيبة بقى فاهمة هذا النظام، فبالتالي هيحقق البطولة. غير المدرب التاني اللي هو كان قاعد يقول لك ايه، ده اللي هو كان قاعد يقول لك احنا عاوزين نحقق اي بطولة، مفيش اي افعال، بيتكلم بس. ناخد مثال يوضح الفكرة دي ويثبتها عندك. مثلا لو شخص اتبنى اللي هو مثلا يبقى عنده نظام او هو يعمل عادة واحدة بس يوميا، هو انه يتمرن. انا يا عم هتمرن كل يوم وانزل الجيم لمدة ربع ساعة 10 دقايق، هنزل بس الجيم هتمرن بس كده يوميا مع التكرار. هو بقى كده اتبنى هوية ان هو يبقى شخص رياضي، وبالتالي هيوصل لاهداف هو اصلا كان مش حاططها. يعني مثلا لو هو كل يوم قاعد يتمرن، بعد شهر من التمرين بتاعه هيلاقي نفسه اللي هو خس. دي ممكن تكون حاطط الهدف مثلا، هيلاقي اللي هو خس، وهيلاقي اللي هو بنى عضلات، اللي هو كان بيلعب تمرين يعني بتاع العضلات، هيلاقي اللي هو بنى عضلات، وهيلاقي اللي هو بطل الاكل الغير صحي. يعني شوف 3 اهداف بعد واحده فقط، ان هو حب اللي هو يقول لك بس انا ما انزل الجيم بس لمده ربع ساعه يوميا، انا كل يوم انزل الجيم لمده ربع ساعه يوميا، حقق 3 اهداف. يعني هو ممكن يعمل فعل واحد يحقق له اهداف ممكن هو اصلا مش حاططها في دماغه. تمام. فالانظمه او الافعال مهمه جدا. ادي لك مثلا مثال تاني، لو شخص حاطط في دماغه اللي هو هيبقى متعلم، انا شخص مثلا اتعلم اي حاجه اتعلمها، اذا كان بقى بيقرا في، اذا كان بقى بيتعلم مهارات او بيتعلم لغه او بيتعلم اي حاجه، فبالتالي هتتيح له فرص كتيره جدا بالحاجات الحصيلة اللي هو متعلمها، سواء كان مهارات أو كان لغات متعلمها أو أي حاجة. هيحقق أهداف هو أصلا كان مش حاططها في باله، وهتبقى قدامه فرص كتيرة جدا، بس كان هو عايز يتوظف أو عايز يعمل أي حاجة. النظام بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو الهوية، بعدين تركز على الأنظمة، بعدين تركز على النتائج. أو أنت لو ركزت على الحاجتين دول اللي هما الهوية وركزت على الأفعال أو الأنظمة، فبالتالي النتائج هتيجي لوحدها من غير أي حاجة. لو أنت إحنا أعطينا أمثلة كتير، يعني مثلا شخص اللي هو مثلا عاوز يفقد وزن، لو هو صدق نفسه إن هو هيقدر يخس، هيخس. ولو حط بقى نظام أو أفعال هو يعملها عشان يخس، إن شاء الله هيخس. تمام تمام. في ملحوظة عاوز ألفت نظرك ليها، إن أنت أول حاجة لو انت عاوز تكتسب عادة جديدة يجب التخلص من عادة قديمة. لو انت هتخلص عادة جديدة يجب ان انت لو انت هتكتسب عادة جديدة يجب ان انت تتخلص من عادة قديمة. قانون، هتكتسب عادة جديدة تتخلص من عادة قديمة. وش كده؟ يعني مثلا شبهها مثلا بإيه؟ بكرتونة فيها مثلا عدد معين من العلب، مثلا فيها 12 علبة، فانت عاوز في علبة وحشة، في علبة بايظة من بين ال 12 عدد دول. عشان تجيب علبة جديدة لازم تحوش العلبة ايه؟ تحوش العلبة البايظة. هي كده العادات، عشان تدخل عادة جديدة في حياتك لازم تشيل عادة قديمة. قانون، مثلا نفترض عادة ان انت تمارس خلينا اديلك مثال.
مثلا اول ما تصحى من النوم بتمسك التليفون بتاعك وتخش على السوشيال ميديا، تمام؟ فانت قررت ان شاء الله ان انت هتتخلص من هذه العادة. ولاحظ معايا، لو انت اول ما تصحى من النوم وقلت لنفسك انا مش همسك تليفون، اول ما تصحى من النوم هتفضل راقد على السرير كده، وهتفضل راقد على السرير كده وما بتعملش اي حاجة، يعني ما بتعملش اي حاجة، تفضل راقد كده على السرير، فبالتالي هتلاقي نفسك ان انت ممكن تقاوم اول يوم وتقعد تاني يوم، بس تالت يوم هتمل، مش هتقدر تكمل، هتروح ترجع تمسك التليفون تاني. انت تعمل ايه اول ما تصحى من النوم؟ تخش على طول على الفعل اللي بعديه، ان انت تخش الحمام تغسل نفسك وهكذا، تمام؟ تتخلص من عادة تدخل عادة تانية بدالها، زي ما اتفقنا كده، تدخل عادة تانية بدالها. ده كان شرح النهاردة، اتمنى ان انت تكون استفدت لو بمعلومة واحدة بس، وتكون انت تركز على حاجتين: النظام اللي انت عشان تحقق الهدف بتاعك فيه، والهوية تغير من معتقداتك. وشير الفيديو وانشر الفيديو في كل مكان عشان غيرك يستفيد. اشوفك الحلقة الجاية، متنساش تشترك في القناة عشان بس يوصلك الفيديو اول ما نزل الفيديو على طول. والسلام عليكم.